أجرينا اتصال بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والحقيقة تحاورنا معاه بشكل رائع جدا، وهو طلب مهلة لغاية اليوم على اعتبار أنه سيتجه إلى المجلس القومي للرياضة حتى يعرض علينا التفاصيل الكاملة في هذه القضية. مع الهاتف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق. سيادة المستشار مساء الخير. ازيك يا استاذ محمد؟ أهلا بيك. حضرتك كنت وعدنا النهارده وموعد الجمهور ان انت تقول لنا حقيقة هذه الاتهامات. بس قبل ما اتكلم عن اتحاد الكوره انا عايز اتكلم عن الزمالك، بس اسمح لي. اتفضل. نتكلم عن اتحاد الكوره. دلوقتي انا متابع برنامجك من ساعه ما جيت من المجلس القومي. نعم. الاخ رؤوف جاسر مش عارف قاعد مع مين وهيبيع مين ومين ويعير مين. لا انا عايز اقول له رؤوف جاسر والافنديه اللي معاه ممنوع بيع لاعب، وممنوع اشتري زي ما انت عايز. ممنوع تعير لاعب لا احمد مرغني ولا احمد مجدي. انت عندك حكم 27/6، هنفترض الحكم ده نسبه نجاحه او مكسبه 1%. اللي هيجي بعدك يلاقي الفريق متفرق، فرغت الفريق. انا بحذرك وبحذر مجلس الاداره الغير شرعي اللي جيب التزوير، وانا بقول تاني غير تزوير، وانا بقول لك تاني يا استاذ محمد ما دام انت بقى مع الشرعيه، ان نيابه شمال الجيزه السيد الاستاذ وليد فكري رئيس نيابه العجوزه بيحقق بقاله 10 ايام في جنايه تزوير حدثت في انتخابات نادي الزمالك، وتم التحفظ على جميع الاوراق المزوره. فعايز اقول لاخ رؤوف اهمت شويه انت والناس اللي معاك، جنايني على مش عارف ايه ابو ورده والناس دي لغايه 27/6. استاذ مرتضى بس بيقولوا انه تقرير لجنه مفوضيه الدوله في هذه القضيه كان في صالح مجلس الاداره. نعم. في تزوير وفي ورق اتسرق وفي صناديق. ما استاذ محمد كويس انك فتحت الموضوع. انا عندي تقريرين، تقرير عن الانتخابات وتقرير عن القضيه. تقرير عن الانتخابات ده ملزم. تقرير عن القضيه تقرير مفوضين معروف انه غير ملزم، ده استشاري. نعم. لكن انا فوضتك قلت لك روح شوف لي في تزوير ولا ما فيش. نعم. راح لقى 6 صناديق متكسرين، الورق بتاعهم مش فوق 6 صناديق في 620، ده 3000 وشويه. وقال لك واعداد غفيره لم نستطع حصرها انتخبت مش اعضاء في النادي. نعم. وغيره. فانا بقول طب يعني تقرير مفوض الدوله، معلش يا استاذ مرتضى عشان الناس تفهم، تقرير مفوض الدوله اللي خاص بهذه القضيه في صالح مين؟ يعني تردد ان هو في صالح الناس الذين طعنوا في الانتخابات المزوره. قال الاتي. نعم. 1، اللجنه عندما انتقلت لقت الباب الحديد اللي فيه الصناديق متشال ومعمول لحام جديد، ادي 1. 2، لقت الظرف اللي فيه المفاتيح بتاع الصناديق بتاع الباب اصلا مع الاخ محمد مفتاح متقطع من الجنب ومفتوح. دخلوا جوه لقوا الصناديق كلها الشمع متشال والورق مرمي، و6 لجان مش لاقيين ورقها. فانا بقول لرؤوف جاسر، بقول للمزورين، بقول لكم بحذركم، اشتري زي ما انت عايز. هات ابو شروان، هات زي بالظبط لما يكون حد واصي على قاصر، اشتري. لكن اوعى تبيع. بيعت لاحمد مجدي او مرغني او عشان ما يقولكش ايه ده مرتضى منع الشراء. لا انا عايزك تشتري، انت مش هتشتري في الاخر. انا عارف ان كل ده هجص وكلام اونطه، وبقالنا في ابو شروان ده 100 سنه محدش بيجي لحد. لكن بقول له اهو بحذرك قدام مصر كلها، النيابه العامه نيابه العجوزه المستشار هشام الدرندلي، واقول اسماء اهو، والاستاذ المستشار وليد فكري رئيس نيابه العجوزه بيحققوا في جنايه تزوير واستيلاء على الاوراق العمليه الانتخابيه. فانتوا قدامكم 27/6. لو المحكمه حكمت ان كنتوا سلام، انا هطلع يا استاذ محمد اعتذر واقول يا جماعه انا ظلمتكم، وبيع زي ما انت عايز تبيع. انما قبل ذلك ممنوع تبيع طوبه في النادي، مش لاعب. دي مش حسبه، لا ملك الرؤوف ولا ملك الجنايني ولا ملك الاشكال دي. استاذ مرتضى وجهه نظرك وضحت تماما في هذا الشأن. ده اللي حصل مع الاخ. رحت انا طبعا المجلس القومي مع حضرتك. نعم. ده ايه ده؟ الو. ايوه. انت على الهوا يا استاذ مرتضى؟ مش انا ما اعرفش حد دخل عليا في الو. محمد حد دخل، حد من عندك بقى؟ هلا من تليفونك المهم يعني المهم او يمكن تليفوني متراقب ولا هو تليفوني متراقب. يلا عدي دي. لا ومين اللي بيتصل بيك بقى؟ حتى مش واحد يعني كمان. حصل بالظبط. اتفضل يا استاذ مرتضى. توجهت النهارده لنيابه لمجلس الرياضه. نعم. انا اختصر لك يا محمد كده الاحداث. المؤكد ان سمير زاهر مش حرامي. ولكن هناك انا اكتشفت انه لا توجد لا اداره قانونيه ولا اداره ماليه في اتحاد الكوره. طب ما الفوضى دي تعني تسهيل الاستيلاء يا استاذ مرتضى؟ ده بقى اللي بيحسمها النيابه يا محمد. يعني بالظبط. انا بقول لك معلش خليني يعني اقول لك اللي انا شفته. يعني مثلا ايه، ده الراجل اللي عنده صداع، اللي يقول لي بقى الصداع ده جيوب انفيه ولا عينه ولا ضغط عين، ده الدكتور بالظبط اللي هو هنا النيابه تقصد. بالظبط كده. انا بقول لك اللي انا اكتشفته يعني
انه سمير زاهر مش حرامي، وطبعا معاه كوكبه من اعضاء مجلس الاداره كلهم ناس محترمين، ما فيش حد فيهم سرق يعني. اثنين، لا توجد اداره ماليه ولا قانونيه. طب استاذ مرتضى حضرتك يعني توجهت شفت الاوراق بشكل رسمي بالمجلس القومي؟ شفت يا بيه، وطلعت على كل اللي انت بتقوله ده، انا شفته وكلامك طلع اللي انت قلته دلوقتي. في بعض التعاقدات مع شركات اعلانات، في مبالغ معينه تم التنازل عنها، وفي مبالغ بالشيكات لم يتم تحصيل هذه الشيكات. يعني لا، هم المجلس القومي اطلعني على كل الورق بامانه يعني. طب ولم يتم مقاضاة هذه الشركات في المواعيد القانونيه، وده برضه وده اهدار مال عام يا استاذ مرتضى. سمير صاحبي طبعا. لا ماليش ده، انا ما اقصد اسماء والله العظيم. لا انا كلمته بعد ما يعني لكن ده اهدار مال عام في النهايه. هو بيقول ان هو تم المقاضاه، تمام. اللي بيحسم ده مين؟ ما هو برضه المجلس القومي ما عندوش ما يعني يؤكد ان تم المقاضاه. نعم. لكن اللي بيحسم ده مين؟ السجلات والورق. ودي نيابه. بص، اصل نيابه الاموال العامه دي فيها مستشار اسمه علي الهواري. هذا الرجل هو يعني ايه، عايز اقول لك رجل من الناس دي ما بتهرجش طبعا. راجل من الماس، هو المجموعه شغاله معاه، راجل محترم جدا، عادل جدا ومحايد جدا، وانا اتعاملت معاه في امور كثيره. هو راجل انت ليك حق بيدي لك، مالكش حق لو الاعلام ده كله في اتجاه معين والورق في اتجاهه مع الورق. واخد بالك؟ نمره 3، انا عندي في ناس من اتحاد الكوره بيخربوا في المركب وبيتعاملوا بكذا وجه. نعم. وجوههم متعدده، يعني عند حسن صار يقول له ده سمير زاهر غلط في كذا، ويروح لسمير زاهر يقول له احنا نعمل بلاغ في فلان الفلاني. استاذ مرتضى دول موظفين ولا اعضاء مجلس اداره؟ لا يا بيه، دول اعضاء مجلس اداره. حابب تقول اسماء؟ والله اللي انا اكتشفه برضه صديق عزيز، انا بلاش اقول اسمه النبي عشان لا، والنبي ده انت معودنا على الشجاعه والصراحه. انا مش خايف منه يعني. هو انا شايف ان ملف الجزائر ده المهندس هاني ابو ريده كان ليه دور فيه، انا مش مرتاح له. مرتاح له يعني. معظم الورق اللي اتسرب من ملف الجزائر يعني انا تصوري او معلوماتي انه اتسرب من المهندس هاني ابو ريده. يبقى هو واضح ان هو في بؤره الاتهام في هذا الموضوع. لكن المسائل الماليه يعني ملوش علاقه بيها. انا بكلمك يعني ايه، انا بقول لك في حاجه في حد يعني اذا قسمنا الموضوع مخالفات ماليه زائد ازمه الجزائر، انت عايز تقول ان هاني ابو ريده ربما يكون متورط في ازمه الجزائر. يعني اقول لك ليه. يعني دلوقتي يعني لازم نعترف يا استاذ محمد. نعم. ان ازمه الجزائر دي بدات بشويه عيال وانتهت بالكبار. وانا قلت من اول يوم على فكره، وطلعت اول يوم حصل ضرب الطوب للاتوبيس، قلت يا جماعه الاكرم ان احنا نطلع نعتذر لشعب الجزائر وحكومه الجزائر وفريق الجزائر. بس اداره الازمات يا استاذ مرتضى بشكل صحيح من شيم الكبار، يعني اذا الكبار ما قدروش يديروا ازمات ما يبقوش كبار. انا قلت رايي الكلام ده يمكن مع خالد رمضور معاه على طول، قلت له يا خالد المفروض نعمل ده. لما حصل بقى التطورات ابتدوا يشتمونا، لا انا برضه في الاخر مصري، هتشتمني هشتمك، هتضربني بطوبه هضربك، يعني ده العين بالعين والسن بالسن وبادي اظلم. نعم. ومع اني برضه لسه مصمم لو الجزائر، انا مختلف مع اخويا ابراهيم حسن، الجزائر في كاس العالم انا اشجع الجزائر. وده شعورنا كلنا طبعا يا استاذ. يعني انا اشجع الجزائر، حتى لما انا قلت الكلام ده من حوالي شهر في عز الازمه ولما هدينا كلنا، بعض المواقع الجزائريه قال لك ده جبان، ده بيغير كلامه، واخد بالك. فانا طبعا ما بسالش العيال الصغيره دي، ما بسالش فيها، لكن انا في الحقيقه انا قومي، انا مصري قومي. الجزائر دي زي ما احنا وقفنا معاها في حرب التحرير ضد المحتل الفرنسي، هي وقفت معانا في الاعداء، واحنا يعني يكفي بوميديان هو اللي مضى الشيكات بتاع الطيارات اللي جت حربت معانا. نعم. عايز اقول العلاقه اللي بيننا وبين الجزائر، شعب الجزائر مش عبر وراوه. هو ده راجل مش طايقه، هو اللي عمل المشكله ومع الناس من عندنا. لكن عايز اقول ان شعب الجزائر حاجه وروراوه وبعض المسؤولين. شعب الجزائر ده طبعا اكيد واحنا بنحبهم اكيد طبعا. حصلت شبوره، طبعا الازمه اديرت غلط، بمعنى انا عندي ولاد ضربوا اتوبيس، تمام. ما هو في ولاد بيحرقوا مشجع هنا في مصر برضه، وحارقين اتوبيس هنا واتوبيس، يعني حصل في مصر الكلام ده. انا عايز اقول لك يعني مش قضيه ان انا اقول يا جماعه انا بعتذر لهذا الفريق ما هو ده مين اللي كان يعمل ده يا استاذ مرتضى وقتها؟ الكبار. عايز اقول لك حاجه، المسؤولين الكبار اللي كان يعمل ده سمير زاهر، وما هو اكبر من سمير زاهر. ما هو دلوقتي احنا اكتشفنا. هقول لك ليه. انه الفريق القومي المصري لما كان في الجزائر وحصل حادثه دي، مسؤولين كبار راحوا زاروا الفريق القومي المصري في معسكره. خلاص. احنا المشكله دي كانت ممكن تتحل في ثواني، لكن ترتب عليها ايه؟ هو انت يا سمير زاهر، هو انت اللي حذفت الطوب؟ هو انت اللي مسؤول؟ لكن ابتدينا نغطي، والتغطيه كذبه بتجيب كذبه. واحنا متعودين هنا في مصر على كده يا استاذ مرتضى، ان لما حاجه تحصل الحقيقه ما تبانش، وده غلط. ويسيبوا الاعلام يجتهد. انه في تعهدات انكتبت، في رد. لا انا شفت الكلام ده كله النهارده في مجلس القومي، لا في تعهدات فعلا انكتبت.